في ايه يا جماعه؟ استهدوا بالله. ولما هو كان بيشتمني ما جيتش ترد عليه ليه؟ كل البيوت فيها مشاكل يا ماما، ما جتش علينا يعني. يعني انت بتشتكي له؟ طب وبالنسبه للبنيه اللي في وشي دي ايه ظروفها؟ يا بابا انت الكبير، انت عارف ان ماما. انا قلت لك 100 مره هتعدي حدودك هلغي وجودك، مفيش عتاب، مات الكلام. نشلت يا فلحه. ابني طب ايه يا ماما؟ عاوز ايه يالا؟ يا ماما ده فات على الخناقه اسبوع وبعدين ربنا بيسامح، احنا كبشر مش هنسامح. ونعم بالله، بس لما يتربى شويه بقى سامحه. يعني انت مش عاوزه تبداي بالمعروف؟ خلاص بقى كفايه الكلام في الموضوع ده، وامسك ال50 جنيه دي تاخدها وتقول لي اي حاجه بتحصل في البيت من ورا ظهري. اي هفوه هتحصل في البيت انت اول من يعلم بها يا ست الكل. يلا انطلق. هتفضل مبلم لي كده كتير؟ يا بابا ما انت مكبر الموضوع، وماما نفسها تيجي تكلمك بس انت عاصي عليها مش عارف ليه. عاوزك بقى تروح تقول لها ان السلام حتى مش هقوله لها. عندنا في سلو بلدنا اللي تضرب جوزها تتطخ بالنار. ليه يا بابا انت منين؟ من مصر. واضح ان الكلام مش جايب فايده معاك. دي ست نحس، ما تشغلش بالك انت بالموضوع ده. اصلك ما تعرفش هي قالت ايه عليك. قالت ايه؟ اسف يا بابا، مش من اخلاقي ان انا افشي كلام حد. قالت يا بابا انك ما بتعرفش تصرف علينا في البيت وبتكذب كتير وهي زهقت منك. يا وليه يا رشانه، اقوم اضربها بالنار دلوقتي؟ طب اصبر يومين على ما الخبطه اللي في وشك دي تروح. باينه اوي. زهره بسيط. طب قوم انت، ولما تعرف اي حاجه بقى تعالى لي، وانا ايه مش هنساك بقى. خلصانه يا حاج. الو، بقول لك يا زميل، عاوزك تظبط لنا خروجه كده على اول الاسبوع، ايه لشرم الغردقه اي حاجه، انا دايس معاك تمام. ام العيال، الف سلام عليك يا حبيبه قلبي. الله يسلمك يا روحي، انا كويسه. هات ايدك يا روحي. شقينا فبندلع نفسينا. في ايه؟ بقى انت تيجي تاخد مني فلوس وتقول لي حاجات ما حصلتش؟ ده انت فلستني يا ده انت واخد مني فوق ال 200 جنيه على كلام ملوش لازمه وكله كده.